تعالوا نتكلم مع بعض هنا بقى عن ايه التست مونيتورنج اند كنترول ورك برودكتس. في شويه ورك برودكتس هنا مهمين جدا. اول حاجه التست بروجرس ريبورت، وده من ضمن الورك برودكتس اللي موجوده تحت الامبريلا بتاعه التست مونيتورنج اند كنترول. التست بروجرس ريبورت ده بينكلود شويه حاجات. يعني ممكن نقول مثال عليه، زي مثلا لما يبقى عندي ريبورت موجود جواه عدد التست كيسز اللي احنا بلاند نخلصها خلال شهر مثلا. حلو. فانا باجي مثلا بعد 15 يوم او بعد 10 ايام او بعد اسبوع اقول والله ده احنا خلصنا، عملنا اكسكيوشن ل 150 تيست كيس، عملنا منهم 140 باس، ومثلا عملنا منهم 10 او في 10 منهم فيلوا. في تيست كيس ريميننج من ال 150 حوالي 50 تيست. في ديفكتس اوبن 7 مثلا، في بلوكر ايشو كذا، في كذا. خلصنا بنسبة مثلا 70% من ال 200 تيست كيس. حلو. ده اسمه تيست بروجرس ريبورت. برضو من ضمن الاكتيفيتيز، او من ضمن، بلاش بقى نقول اكتيفيتيز، من ضمن الورك برودكتس اللي جوه او تحت التست مونيتورنج اند كنترول، الدوكيومنتيشن اوف كنترول دايركتيفز. زي ايه؟ زي مثلا ان احنا واحنا ماشيين كده بيجي لنا دوكيومنتيشن جديده تقول لنا والله يا جماعه خلي بالكم، او بيجي لنا ايميل مثلا جديد، خلي بالكم احنا بسبب تاخير البيلد قررنا مثلا ان احنا نعيد جدولة التست ريجريشن فرضا يعني. فهنخليها تبدأ يوم 5 مثلا بدل ما يوم 1. احنا متأخرين، او مثلا البيلد اتأخرت فاحنا غيرنا السكادجول بتاعنا. مثلا ان احنا نقول مثلا احنا هنشتغل على 20 تيست كيس جداد علشان في نيو فانكشن او نيو اتريبيوت او في حاجه جديده تم اضافتها للايه، للجزء اللي احنا شغالين عليه او كده. فاهمني؟ فمن الاخر هو حاجه اسمها documentation of control directives. يعني في decision جديد هيخلينا نغير الحاجه اللي احنا شغالين بيها او السيستم اللي احنا شغالين عليه. حلو. من ضمن الحاجات اللي تحت برضو التست وير اللي هو تيست مونيتور اند كنترول، الانفورميشن اباوت الريسكس. احتمالية ان احنا نقابل ريسك معين. انا شرحت لك موضوع الريسكس بالتفصيل فوق، بس هنا خلينا نقول عنه برضو. لو افترضنا ان انا قابلت ريسك او في احتمالية ان انا الانفيرمنت اللي انا شغال عليها في ريسك ان هي ما تبقاش ستيبل، ففي الحالة دي الاكسكيوشن بتاعنا هيتأثر. حلو. فده هيؤدي لتأخير عملية التستنج، فده ريسك. فانا عايز ريسك انفورميشن، عايز اعرف معلومات عشان اشوف احتمالية الريسك، وعلشان اشوف مدى الامباكت بتاع الريسك، وعشان اعرف هواجهه ازاي. حلو. يعني انا اعطيتك معلومات كتير عن موضوع الريسك وازاي بنواجهه وازاي بنحلله وايه درجته ومش عارف ايه، كل ده بالتفصيل في الجزء اللي فوق. فلو انت مش فاهمه كويس ارجع للفيديو ده، او اكتب لي في الكومنتات وانا هشرحه لك بشكل اكثر تعمق. اشوفك في التستوير اللي جاي.